يستعد منتخب المغرب لمواجهة كرواتيا غدا السبت في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم قطر 2022 بعدما تعرض الفريقان لإقصاء في المربع الذهبي. لا تنسوا أن تشاركونا آراءكم في التعليقات حول إنجازات المنتخب الوطني المغربي. قد حقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بوصوله للنصف النهائي، وهو أول فريق إفريقي وعربي يبلغ هذا الدور على مدار التاريخ المونديال. وهناك عدة عوامل تقف خلف هذا الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس، وفي هذا التقرير سنتعرف عليها. أهم الأكبر، حيث عانى لاعبي المغرب في السنوات الأخيرة من الشخصية الحادة التي تمتع بها مدربهم السابق الذي قاد الفريق بعد رحيل هيرفي رينارد. ودخل المدرب السابق في صدمات مع بعض النجوم البارزين أمثال عبد الرزاق حمد الله وحكيم زياش ليقرر استبعاد الثنائي لفترة طويلة رغم جودتهما العالية. وبعد تفاقم الأزمات داخل المعسكر المغربي، قرر المسؤولون الإطاحة بالمدرب الذي قاد الفريق للتأهل للمونديال للحد من أزمات التي لا تتوقف. وتم إسناد المهمة للمدرب الوطني وليد الركراكي الذي تعامل مع لاعبيه بعقلية الأخ الأكبر واحتوى الأزمات السابقة وأعاد المستبعدين لتمثيل المغرب من جديد. وبسبب أسلوب الركراكي المحبب لدى اللاعبين، عادت روح الجماعة والتكاتف من جديد للمنتخب المغربي، وأصبح الفريق أكثر تماسكا في الفترة الأخيرة. والعامل الثاني، محترفين، حيث يتمتع منتخب المغرب بعدد هائل من اللاعبين الذين ينشطون في قارة أوروبا وبالتحديد في الدوريات الخمس الكبرى. هذا الأمر صب في صالح الفريق نظرا للخبرات التي يتمتع بها لاعبو الأسود في مواجهتهم المتكررة ضد ألمع نجوم العالم بمختلف دوريات أوروبا. ولذلك غابت الرهبة عن اللاعبي المغرب أمام الكبار، وهو ما ساهم في اللعب أمامهم بشراسة وثقة بالغة جلبت النتائج الإيجابية في مباراة تلو الأخرى، وهو صلابة دفاعية، حيث يتمتع منتخب المغرب بصلابة دفاعية لافتة للنظر، بداية من مركز حراسة المرمى مرورا بالخط الخلفي حتى لاعبي الوسط. ويمتلك المغرب حارسا بارعا في الملاعب الأوروبية وهو ياسين بونو، فضلا عن خط دفاعي لديه وفرة في العناصر المميزة مما أسهم في عدم استقبال الفريق العديد من الأهداف. والعامل الرابع، أرض العرب، لعبت إقامة المونديال في قطر دورا بارزا في منح المغرب ثقة بالغة في مبارياتها نظرا لاحتشاد الجماهير العربية والمغربية بمختلف الملاعب هنا في بلادهم بسبب إحاطتهم بعدد هائل من المشجعين مساندين لهم في المدرجات. وصنع الجمهور المغربي أجواء مثالية منحت اللاعبين فرصة للعب بثقة أريحية أمام نجوم العالم. أما العامل الخامس فهو براعة خططية. بعيدا عن شخصية الركراكي وقدرته على التعامل مع نجوم المغرب بأفضل طريقة ممكنة، إلا أنه كان بارعا أيضا على الجانب الخططي. وأظهر المدرب الوداد السابق الوعي الخططي بقدرته على إيجاد حلول لاختراق ثغرات أغلب المنتخبات التي واجهها. كما أحسن الركراكي صنعا في أغلب المباريات بإيجاد أفضل الأساليب للتعامل مع كل فريق على حدة، وهو ما جعله يهزم بلجيكا والبرتغال ويقصي إسبانيا بعد الصمود أمامها بالتعادل السلبي قبل اللجوء لركلات الترجيح.